عايزين تاكلوا بسبوسة حلوة ومرملة ودايبة دوبان، وبجد كده عارفين البسبوسة اللي بتكون سايحة ونايحة دي؟ خطيرة حاجة كده من الآخر، وفي دقايق بالظبط هتحضريها. تعالوا بينا نعملها بطريقة سهلة جدا. أنا اسمي مروة. لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان إن شاء الله يوصلك إشعارات بوصفاتي دايما. وتعالوا بينا نشوف العظمة دي بتتعمل ازاي. عملته قبل كده معاك وصفات كتير جدا للبسبوسة. تعالوا بقى شوفوا الوصفة دي بجد هتعتمدوها. هحتاج كوباية وكمان تلتين كوباية من السميد، يعني كوباية وكوباية الا ربع، تمام كده، من السميد الناعم طبعا بتاع البسبوسة. واحتاج كمان كوباية من السكر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة دي مع بعض بالشكل ده. هحتاج كمان تلتين كوباية من الزبدة او السمنة الدافية، ما تكونش سخنة قوي، وعليهم معلقة من عسل النحل، ده هيعوضنا يعني عن الجلوكوز، تمام كده. هنقلب كويس جدا بالشكل ده، وهننزل على الخليط بتاعنا. اهم حاجة السمنة تكون دافية، ما تكونش سخنة قوي، يعني ايدك تقدر تتحملها. هحتاج كمان كوباية من الزبادي صغيرة. هنقلب المكونات دي، عايزينها تتجانس مع بعض، وعايزين الخليط كله يكون حاجة واحدة. اهم حاجة ما تبالغيش بس قوي في الخلط. هحطها بقى في صينية مقاس 30. الصينية طبعا مدهونة كويس جدا بالسمنة. هنبدأ بقى ان احنا نوزعها بالشكل ده. لو عايزينها سمكها تخين شوية قللوا القطر بتاع الصينية، يعني هاتوا صينية اصغر شوية. تمام كده. هحطها بقى في الفرن درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، بتاخد تقريبا نص ساعة. تعالوا بقى بينا نعمل الشربات. عبارة عن كوباية من السكر وكمان كوباية من المية. أول غلوة هنحط عصير نص ليمونة وكيس من الفانيليا ونطفي عليه. احنا عايزين الشربات يكون سخن والبسبوسة كمان تكون سخنة، زي ما انتوا شايفين كده الفوران اللي حصل. احنا عايزين كده، تمام كده. هبدأ بقى ان انا اغطيها بأي حاجة موجودة عندي، فويل او اي حاجة، وهسيبها بقى تتشرب الشربات براحتها وتبرد تماما. قد ايه فيها طراوه يا جماعه، خطيره حلوه جدا بجد. هبتدي ان انا اقطعها. تقدروا على فكره كمان تزينوها باي نوع من المكسرات انتوا عايزينه، بس انا المره دي فضلت ان انا اعملها ساده. طعمها فعلا مختلف، حلوه جدا وسهله وبسيطه وبتدوب كده دوبان، حلوه قوي. لو لسه متابعاني لحد دلوقتي ما تنسيش لايك وشير للفيديو، وعرفيني على نفسك وقولي لي من اي بلد انتي بتتابعيني، وهل الوصفه دي عجبتك ولا لا. شايفين يا جماعه الطعامه؟ شايفين بتدوب ازاي؟ خطيره، بتهلي الصوره بتتكلم عن نفسها. حلوة قوي قوي قوي، سكرها مظبوط قوي، وكمان كده شايفين سايحة ونايحة خالص. بجد لازم تجربوها. من احلى الوصفات بتاعة البسبوسة. عملت معاكم قبل كده وصفات كتير جدا للبسبوسة، بس بجد دي طعمها مميز. شوفوها وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.